السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أغلى متابعين حبايبي، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم أكلات وتكات أم بسنت، معاكم إن شاء الله هنكبر. وبحب أشكر كل واحد عمل لي لايك أو اشتراك أو ساب لي تعليق جميل. ربنا يسعد قلوبكم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا 3 كرنبات هنسلقهم مع بعض وخليكم معايا حبايب قلبي. معايا هنا حله على النار فيها ميه وملح بس كده. اول ما تغلي هحط الكرنبايه كده، هقلبها كده واحطها عشان اسلقها بالمنظر ده كده اهو. بسم الله. هظبطها بس كده، هتاخد غلوتين من تحت وبعد كده هقلبها عشان تاخد سوا من الوش التاني. حبايبي الكرنبايه بتغلي، بسم الله. هنقلبها على الوش التاني كده بالمنظر ده كده اهي. استوت من هنا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقى هنشد بالراحه كده اهي، لسه شويه. نحطها تاني كده ثواني. انا بحب الكرنب مش ني قوي ولا مستوي قوي مهري، لا يبقى في المعقول يعني. طبعا الكلام ده لحبايبي اللي لسه مبتدئين، عروسه جديده بقى لسه سنه اولى مطبخ زي ما بيقولوا. كلنا والله بنتعلم يا جماعه من بعض، مش عيب يعني ولا حرام. كده جميله جدا اهي. بحط بقى صينيه جنبي اهي، افرد عليها الكرنب كده عشان لو سخن على بعضه بيتهري. طبعا هسلق بنفس الاسلوب كده 3 كرنبات بقى كده يعني اهو. مش عايزه بس اطول عليكم. بصوا هتشدوا كده من الجنب اهو بالمنظر ده كده اهو. هي هتطلع معاكي على طول لما تلاقيها هي لوحدها كده استوت، هي هتطلع معاكي بكل سهوله. بصوا اللي ما بتطلعش معايا بسرعه دي تعرفي ان هي لسه ما استوتش اهي. بسم الله. هسلقه كله معاكم بقى يا حبايبي وارجع لكم تاني. حبايبي سلقنا اول كرنب اهو والتاني في الحله اهي، وعقبال بقى ما بقيته يتسلق تعالوا نقطعه مع بعض. سلقنا اول واحده اهي وهنقطعها بالمنظر ده كده. والله الطريقه دي زي ما والدتي علمتني، زي ما طلعت لقيت الناس بتعمل. يعني تقولوا لي بقى تحطيها على الرخامه وتقطعيها كلها مره واحده، تقطعيها بنفس الاسلوب ده كده. انا والله بصي بعملها كده تطلع ورقه جميله اهي كده كده كده، وبرصه بقى كده على الصينيه اهو. بسم الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم. صلوا على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاه والسلام. قطعوا كده بقى وارجع لكم تاني. حبايب قلبي سلقنا الكرنب وقطعناه ورصيناه اهو. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. 3 كرنبات جابوا لنا شويه ورق حلوين اهو. طبعا عايزه اقول لكم حاجه، العروق بتاعت الكرنب دي مش هرميها، اللي هي المسلوقه دي تمام. والرز كمان اهي هنعمل لكم فيديو ان شاء الله، هعمل لكم فيه احلى مخلل كرنب هتاكلوا صوابعكم وراه في فيديو تاني ان شاء الله. مش هنرمي الرز ومش هنرمي العروق، وان شاء الله هبقى اقول لكم في فيديو تاني نعمله ازاي مخلل. والنهارده ان شاء الله كده
قطعنا الكرنب الحمد لله اهوت ما شاء الله على 3 كرنبات. هخلي بقى فيديو المحشي كله عشان هعمل لكم بتنجان وفلفل مع الكرنب. ونشوف التسبيكه ازاي بقى ولف الكرنب وتسويته بامر الله مع بعض عشان ما اطولش عليكم حبايب قلبي. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعي حتى لو كان بسيط، وان شاء الله استنوني في الفيديو اللي جاي. في رعايه الله وامنه.